طبعا هيجي واحد جميل زيك يا جميل ويقول لي الكوره فين؟ وده سؤال جميل، الكوره فين؟ الكوره المره دي في مصر. دلوقتي يجي واحد من الجمهور يسالني ويقول لي الكوره فين؟ ده سؤال لطيف. اهلا بيكم، انا احمد عبد المرضي ودي حلقه جديده من برنامج الكوره فين. وزي ما قلنا الكوره المره دي في مصر، وفي الحلقه ديت هنتكلم على تعليق كابتن ميدو على عقد احمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك. فيلا بينا نبدا. اول حاجه تعالوا نشوف راي كابتن ميدو في عقد احمد سيد زيزو. عقد زيزو فشخ اوضه اللبس بتاع الزمالك، فشخه بوظ اوضه اللبس بتاع الزمالك. زي ما شفنا ده كان راي كابتن ميدو في عقد احمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، ومدى تاثير العقد على اوضه اللبس وعلى نادي الزمالك، والطريقه اللي تم بيها اداره نادي الزمالك او اداره العقود في نادي الزمالك. طيب هو ايه تفاصيل عقد كابتن احمد سيد زيزو؟ تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل عقد كابتن احمد سيد زيزو، واللي بينقلها لينا الصحفي الكبير محمد شوقي، وتقدروا تخشوا تشوفوا التفاصيل بتاعه العقد على الصفحه الشخصيه بتاعته على تويتر او على قناته على اليوتيوب اسمها فير بلاي. كابتن محمد شوقي او الاستاذ محمد شوقي الصحفي او الناقد الرياضي كاتب ان هو اغلى لاعب في مصر. تفاصيل العقد التاريخي لاحمد مصطفى سيد زيزو لاعب وسط فريق الزمالك، والذي يمت زيزو يتقاضى من الزمالك ما يقرب ال 85 مليون جنيه في 3 مواسم ليكون صاحب أعلى راتب بين اللاعبين المصريين، بخلاف امتيازات أخرى في حالة الفوز بالبطولات. وتعالوا نشوف في التغريدات اللي بعد كده ايه هي الامتيازات ديت في حالة الفوز بالبطولات. نلاقي ان كابتن او الناقد الرياضي او الصحفي محمد شوقي كاتب ان في مفاجأة صادمة في عقد زيزو، بخلاف الراتب السنوي اللي نشرناه يحصل زيزو عبر بنود اضافية على الاتي: 15 مليون اضافية في الموسم الاول بخلاف عقده 23 مليون، 20 مليون اضافية في الموسم الثاني بخلاف عقده 30 مليون، 20 مليون اضافية في الموسم الثالث بخلاف عقده 30 مليون. تغريدة اخيرة للناقد والصحفي الرياضي كابتن محمد شوقي كاتب فيها: تابع عقد زيزو، مستحقات اللاعب خالصة الضرائب، حيث ينص البند رقم 9 في البنود الإضافية على تحمل النادي كافة الضرائب سواء للدولة أو لاتحاد الكرة، كما ينص البند رقم 10 على منح اللاعب مكافأة قدرها 3 مليون و300 ألف إذا شارك في 15 مباراة فقط في الموسم. بعد ما سمعنا رأي كابتن أحمد حسام ميدو في عقد كابتن زيزو وشفنا بيانات العقد أو تفاصيل العقد، فخليني أسألك أنت كراجل زملكاوي أو كمشجع زملكاوي، هل أنت راضي عن القيم المذكورة في العقد ديت؟ وهل أنت شايف أن كابتن أحمد زيزو واللي بيقدمه لنادي الزمالك يستاهل الرقم المدفوع فيه أو الأرقام اللي بتدفع له ديت؟ وهل شايف كمان أن فعلا ممكن الأرقام المدفوعة في عقد كابتن أحمد زيزو تتسبب في مشاكل داخل غرفة نادي الزمالك؟ أو هل أنت راضي عن الطريقة اللي بيدار بيها العقود في نادي الزمالك؟ ده كان سؤالي ليك كمشجع زملكاوي. وبالنسبة لتعليقي أنا على الفيديو دوت وعلى التفاصيل بتاعة العقد، فتفاصيل العقد زي ما وضحت طبعا مفيش فيها كلام، ولكن خليني أقول لك طيب ليه الكلام دوت؟ أو ليه كابتن أحمد حسام ميدو ظهر في الوقت دوت شايف ان او بيقول رايه في عقد كابتن احمد سيد زيزو؟ طب ما هو كان عنده فكره وكان متداخل مع الاداره في نادي الزمالك لفتره طويله، وكان في وقت ما كان هو اللي ظاهر في الصوره كاعلامي، وكان بيتكلم على لسان نادي الزمالك، وكان بيدافع عن نادي الزمالك وعن اداره نادي الزمالك وعن الطريقه اللي بيدار بيها العقود في نادي الزمالك او اداره التعاقدات في نادي الزمالك. فايه السبب او ايه المبرر؟ مش عارفين. ده غير كمان ان انا في وقت ما يمكن في السنة اللي فاتت تقريبا صادفت فيديو من الفيديوهات اللي حتى جماهير الأهلي بتتفرج عليها كفيديو ترفيهي كده أو كفيديو للضحك والهزار. كان بيتكلم في أحد الموجودين على قناة نادي الزمالك أو أحد الضيوف الدائمين على قناة نادي الزمالك، وبدون ذكر أسماء،
كان بيقول فيها ان المفروض كابتن محمود الخطيب او اداره النادي الاهلي تتعلم الاداره من سياده المستشار او رئيس نادي الزمالك. فهل انتوا لسه عند رايكم دوت، او هل انتوا شايفين ان فعلا كابتن محمود الخطيب محتاج ان هو يتعلم الاداره من رئيس نادي الزمالك؟ طبعا لحد كده الفيديو بينتهي. شكرا لكم لانكم كملتوا الفيديو لحد الاخر. ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديد الفيديوهات. وكمان قولوا لي تحبوا تعرفوا او تشوفوا الكوره فين في الحلقات اللي جايه في التعليقات. شكرا لكم، سلام. دي نوعيه حلقات جديده بجرب اعملها، فيا ريت تقولوا لي ايه رايكم فيها. هي عباره عن فيديوهات سريعه هنعلق فيها على الاحداث اللي بتحصل سواء في الكره المصريه او الكره العربيه او حتى الكره العالميه. قولوا لي رايكم في التعليقات، ولو حابين ان انا اقدم حاجه مختلفه او فيديو مختلف او حد عنده فكره مختلفه حابب ان انا اقدمها، فيا ريت تقولوا لي عليها في التعليقات اسفل الفيديو.